تقريبا كلنا اتفرجنا على كرتون ليس كينج. لو عايزين رأيي، ده أسوأ وأكبر وأكتر حاجة مستفزة أنا شفتها في حياتي. ليه بقول كده؟ هقولكوا دلوقتي. أولا، الكرتون من غير قصة ومن غير هدف. يعني ايه؟ يعني الكرتون كل حلقة ملهاش علاقة بالتانية. يعني هي الكرتون أصلا ملوش قصة ولا هدف ولا أي حاجة. يعني انت باختصار بتتفرج على حاجة من غير قصة ومن غير هدف ومن غير أي حاجة. يعني انت بتتفرج على حاجة من غير قصة ولا هدف ولا أي حاجة كده ملهاش لازمة. هي احداث كرتون اللي هي اصلا طول الكرتون اصلا عباره عن احداث ملهاش قصه ولا ليها اي حاجه. فالاحداث دي هي والمنطق ما ينفعش يتحطوا في جمله واحده. مش منطقيه بكل الطرق. يعني انتوا حاولتوا تجيبوا المنطق والاحداث، ما فيش اي منطق خالص. يعني انا نفسي افهم الاحداث دي ازاي جت. يعني انا نفسي انا مش فاهمه القصه، مش فاهمه الاحداث، انا مش فاهمه اي حاجه. هو الكرتون كله عباره عن كل حلقه مغامره جديده مش هتخطر على دماغ حد، لان مفيش دماغ حد منطقي هيفكر فيها. بحس ان الكرتون ده فيه شبه من كرتون دورا. الاختلاف اللي ما بينهم ان هو يعني عاملينه على شكل كوميدي، او المفروض ان هو كوميدي يعني ومغامره وكده. بس الكرتون سخيف قوي. وقصه الكرتون، قصدي قصه كل حلقه، يعني انا مش عارفه قصه الكرتون كله ايه. هو في قصه لكل حلقه، فما اعرفش لو حد عارف قصه الكرتون كامل يا ريت يقوله لي، عشان مش عارفه ايه القصه. يعني مش ما لقيتش القصه، انا كل اللي لاقياه احداث غريبه. دلوقتي خلصنا موضوع الكرتون، خلونا نتكلم في الشخصيات. اول شخصيه ليس المفروض ان هو في الكرتون الطفل المغامر اللي بيحب المغامره اللي مش عارف ايه. هو شخصيه مستفزه، تصرفاته مزعجه، طريقته مزعجه، كل حاجه مزعجه. يعني انا مش عاجباني الشخصيه من اولها لاخرها، مش عاجباني. تاني شخصيه رزان المفروض هي الشخصيه العبقريه والذكيه ومش عارف ايه. انا بتفرج عليها بحس انا في كرتون دورا او في كرتون من الكراتين دي، يعني عارفينها. بحس ان طريقتها مزعجه ومستفزه. تالت شخصيه درغام المفروض هو في الكرتون الاب المرح ومش عارف ايه. انا بشوفه مزعج، اناني، متهور، تصرفاته مزعجه، تصرفاته مستفزه، تصرفاته سخيفه. في اكتر من تصرف له مزعج ومستفز وسخيف، ومفروض ان هو كوميدي. مش عارفه، انا مش بشوفها كوميدي، انا بشوفها مستفزه، غريبه، مزعجه، بشوفها كل حاجه الا انها كوميديه. رابع شخصيه العنود اللي هي المفروض بقى الشخصيه القويه ومش عارف ايه. انا بشوفها طريقتها هي كمان مستفزه معاهم. انا بحس ان في غباء في الكرتون. بحس ان في استفزاز في كل الشخصيات. شخصيه فلافيلو اللي هي المفروض بقى شخصيه كوميدي كرتون. ده المفروض الشخصيه الكوميديه في الكرتون. انا بشوفه بقى عامل ازاي؟ بشوفه مزعج، مستفز، اناني، ليه تصرفات كتير قوي مزعجه او انانيه او اي تصرفات مزعجه عموما يعني وغبيه. وهو ده المفروض ان ده كوميدي ويضحك. انا مش بشوف الموضوع يضحك، انا بشوف الموضوع ينرفز. يعني الكرتون عباره عن احداث مش منطقيه، شخصيات مستفزه ومفروض ان هي يعني تضحك كوميديه وكده، بس هي شخصيات مش مضحكه اصلا، شخصيات مستفزه. الكرتون كله يا ريت يبقى في حدث واحد منطقي. كل الاحداث مش منطقيه، مزعجه، ممله. يعني مفيش اي حدث منطقي او اي حدث حتى تحس ان هو حلو او مشوق. لا، هو كله تفاهه، كله سخافه، كله استفزاز. يعني انت في حاجات كتير قوي مستفزه وحلقات كتير قوي غبيه. مفيش اي حاجه منطقيه في الكرتون ده. حتى الشخصيات اللي هي المفروض تبقى مضحكه مش مضحكه، بالعكس بتحس انها مستفزه وغبيه. وفي النهايه ده رايي الشخصي. قولوا لي انتوا رايكم ايه؟ رايكم في الكرتون ده؟ انتوا كنتوا بتحبوه ولا مش بتحبوه؟ ولا ايه رايكم فيه يعني عموما؟ رأيي يعني في الكرتون انه مزعج، مستفز، من غير هدف، ملوش اي حاجه ليها علاقه بالكوميديا او اي حاجه ليها علاقه انه يبقى كرتون انا اتفرج عليه. يعني كرتون حلو ان انا اتفرج عليه. كله مش منطقي، كله مزعج، كله مستفز. حتى الحاجات اللي المفروض تبقى كوميديه تبقى غبيه ومستفزه. يعني انت بدل ما تضحك هتستفز. مش حاسه ان الكرتون فيه اي حاجه حلوه او اي حاجه تستحق ان اتفرج عليه تاني. يعني انا كفايه اتفرجت عليه قبل كده. وده رايي. شكرا، باي باي.